السلام عليكم، عاملين ايه؟ النهارده عملنا اختراع عباره عن قطع فراخ مقليه عليها زيتون، عليها صوص اختراع، وفي الاخر خالص جبنه موتزاريلا. الطبق ده انا شفته بيتباع بره 65 جنيه. احنا عملناه بأقل تكلفه في البيت. هجرب معاكم اول لحظه دي، اجمل لحظه انا بحبها. اختراع. بصوا. امم امم حلو قوي قوي. طب اول حاجه كده هنبدا نتبل الفراخ بتاعتنا. اول حاجه عندنا 3 معالق دقيق كبار، معلقه توم باودر، معلقه بصل باودر. طبعا كل المعالق اللي انا هقولها دلوقتي صغيره. معلقه فلفل اسود، ملح، شطه، كمون وكاري. وعندنا صدور فراخ متقطعه بالشكل ده مكعبات اهو، بالسمك اللي احنا عايزينه، بس نحاول ان احنا ما نرفعهاش قوي. وعندنا شويه ميه. هنمسك الميه، هننزل على الخليط ونقلبه كويس. هننزل فيها بالفراخ بالشكل ده ونقلبها كويس كده ونسيبها في التلاجة نص ساعة لحد ما نعمل الصوص. يلا بينا نعمل الصوص بتاعنا. ركزوا بقى في الصوص. حتتين زبدة على النار. الزبدة بدأت تسيح، هننزل ب4 معالق دقيق، ونقلب كويس وندوب الدقيق كده مع الزبدة. بعد ما تحول اللون ده هننزل بكوباية لبن، بس مش هننزل مرة واحدة، واحدة واحدة اهو. هننزل بشوية ملح وشوية فلفل اسود ونقلب تاني. شايفين القوام بقى تقيل ازاي؟ طيب هنوطي وننزل بجبنة موتزاريلا شوية شوية صغيرين، مش هنكتر، عشان تدينا قوام حلو كده. ونقلب ونسيح الجبنة الموتزاريلا مع الخليط بتاعنا. شايفين ربط ازاي؟ كده الخليط بتاعنا تمام. هنقفل عليه ويلا بينا اوريكم الفراخ. الناس بتسأل ازاي الفراخ اللي ورا تبقى مقرمشة. طب هقول لكم بقى سر القرمشة فين. عندنا كوباية دقيق كبيرة ومعلقة نشا، معلقة فلفل اسود ومعلقة شطة ومعلقة ملح. المكونات دي هتتقلب كده مع بعض. ركزوا بقى معايا في الخطوة دي، لان اهم حاجة في الاكلة بتاعتنا دلوقتي هي الخطوة دي، ان الفراخ بتاعتنا تطلع مقرمشة وحلوة زي بتاعت بره بالظبط. طيب احنا قلبنا دلوقتي. بعد ما سيبنا الفراخ بتاعتنا في التلاجة، هناخد القطع. طبعا عايزين تحطوها مرة واحدة مفيش مشكلة، واحدة واحدة مفيش مشكلة. هناخد قطع هننزلها في الدقيق ونقلب كويس كده، ونكبس عليها كويس اهي. هتبقى بالشكل ده. هننزل في مية ساقعة وتطلع. طلعت هننزل في الدقيق تاني كده اهي، وتنزل في الزيت. هوريكم الشكل بعد ما نخلص. شايفين قطع الفراخ مقرمشة جدا. طيب هنحط الفراخ في طبق، وهنجيب زيتون اخضر او اسود المتاح عندنا. هننزل بزيتون اسود، عايزين نحط خضار بقى اللي هو مثلا شويه فلفل الوان، اي حاجه عندكم عايزين تحطوها متاح، قشطه تمام مفيش مشكله، مفيش مش مهم. بعد كده هنجيب الصوص بتاعنا وهننزل كده. هندخلها الفرن تحت الشوايه
تاخد وش كده ونتابعها عشان الجبنه ما تتحرقش.